4 حاجات لازم تعرفها قبل ما تاخد شيك. اول حاجه انه يكون مكتوب عليه التاريخ ده مهم ومن اركان الشيك، خصوصا لو الشيك ده متسطر. يعني لو اللي بيكتب لك شيك عمل خطين عليه يبقى اسم الشيك ده متسطر، وده معناه ان ما ينفعش تصرف الشيك ده قبل ميعاده اللي هو التاريخ اللي مكتوب على الشيك. تاني حاجه المبلغ يكون مكتوب عليه بالارقام والحروف، ويفضل تخلي المبلغ في التفقيط يبدا بفقط وينتهي بلا غير، يعني فقط 1000 جنيه مصري لا غير. تالت حاجه اسم المستفيد، وهنا مش شرط يتكتب اسمك، ممكن مثلا يتكتب يصرف لحامله، وده معناه ان يتصرف للي معاه الشيك. طيب لو اسمك انت اللي مكتوب عليه، هل ده معناه ان انت الوحيد اللي ممكن تصرفه؟ لا برضه، لان الشيك مش مقفول. طيب يعني ايه الكلام ده؟ مثلا لو الشيك مكتوب باسمك ووقع منك لا قدر الله، ممكن اللي يلاقي الشيك يقدر يصرفه عادي. طب ازاي؟ بيكتب على ظهر الشيك بيانات بطاقته وبيروح يصرفه عادي جدا، واللي عمله ده اسمه تظهير، لان الشيك مفتوح. وعلشان يبقى مقفول للي اسمه على الشيك بس، لازم يتكتب ان الشيك غير قابل للتظهير او يصرف للمستفيد الاول فقط. وهنا لازم على الاقل اسمك الثلاثي اللي على الشيك يكون مطابق للبطاقه. رابع حاجه التوقيع، وده التوقيع البنكي الخاص باللي طلع الشيك. وطبعا لو التوقيع مش مطابق لتوقيعه البنكي، هنا الشيك مش هيتصرف، وساعتها هتلف لفه محترمه. وهعمل لك فيديو يقول لك لو معاك شيك مرتد هتعمل ايه. ومش هاكد عليك، لو اي حاجه من اللي احنا قلناها دي مش موجوده، الشيك مش هيتصرف. قول لي في الكومنتس لو كان قابلك موقف عطلك صرف شيك قبل كده.